فيديو جديد ومنفذ بيع جديد. النهاردة احنا في منفذ بيع دكتور جريش لزجاج السيارات في العاشر من رمضان. تابعنا ويعرف هنروح ازاي، وجريش بيعمل ايه تاني غير ازاز العربيات وشوية حاجات مهمة قبل ما تروح منفذ بيع بتاع جريش تغير ازاز عربيتك. لو انت جاي من القاهرة، ده طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، وبعد ما تعدي من تحت الإقليمي اخرج مخرج العاشر من رمضان اتنين اللي بعد هايبر وان، ولحد ما نوصل هنتكلم شوية عن المصنع، أو يعني مجموعة المصانع اللي وصلوا 6 مصانع ما شاء الله يعني. أنا قبل ما أعمل الفيديو ده كنت فاكر جريش بيعمل إزاز عربيات بس، لكن بيعمل منتجات تانية كتير، واجهات مباني، واجهات محلات، المرايات العملاقة، إزاز ضد الرصاص، حاجات كتير كتير. المصنع بدأ إنتاج في مدينة العاشر من رمضان سنة 1985، واسمه بقى علامة في السوق مش بس هنا في مصر لكن وسط مصانع الإزاز حوالين العالم. هنسأل كام سؤال كده لازم نرد عليهم قبل ما نروح المنفذ في العاشر من رمضان. ليه يعني أنا بغير إزاز في المنفذ بتاع الجريش؟ ممكن أغير إيه في المنفذ؟ أعمل إيه قبل ما أروح المنفذ؟ دي أسئلة مهمة بالنسبة لنا كلنا. قبل بس ما أرد على الأسئلة اللي على الشمال ده مخرج اتنين العاشر من رمضان، وهو ده اللي بخرج منه من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي السريع لطريق الخدمات. حاول ما تعديش طريق الخدمات عشان لو المخرج تعداك هتفسح فسحة حلوة يعني بعد العاشر بشوية. هتخرج من المخرج وتخش يمين، أول يمين يجي بعد الصينية يعني. وأول ما تخش يمين هتلاقي مصنع دكتور جريش على الشمال، باين أوي واضح. هتكمل قدام يعني حوالي 500 متر هتلاقي يوتيرن. اليوتيرن ده متخشش فيه، ده أو يعني لفة يعني راجعة، تخشش فيه الأولاني. ودي مهمة أوي، لو دخلت في الأولاني ده هتخش في طريق مدق وهتتعب شوية قبل ما توصل. هو اللي على الشمال وبعد لكن بعديه بالظبط ب200 متر كمان هتلاقي يوتيرن تاني، هو ده اللي هنلف منه. وأول لما نلف هناخد أول شارع مسافلت في اليمين ونخش شمال عشان ندخل التركيبات. هنرد على الأسئلة اللي كنا سألناها في الأول، ليه بغير إزاز في منفذ بيع جريش. أنا مش هتكلم عن الإزاز وجودة وسعر وكده، لكن هتكلم عن الفنيين اللي بيركبوا الإزاز. هما قد إيه هما متمرسين يعني، وبيركبوا كل يوم كذا عربية، ومش زي واحد يعني في ورشة بيركب إزاز كل أسبوع مرة، وكمان معاهم مهندس بيتابع الشغل. السؤال التاني، ممكن أغير إيه في المنفذ؟ المنفذ بيقدم خدمة فك الإزاز القديم وتنظيف مكانه، ودي حاجة مهمة جدا عشان الإزاز ممكن يتكسر تاني. والتركيب الجديد عندهم إزاز أمامي وإزاز خلفي وإزاز الأبواب والشراعة بكل الأشكال، أبيض وأخضر وفامي. ولو الإزاز فيه اريال أو اريال راديو يعني، أو سخانات، موجود لمعظم العربيات الملاكي والنقل والأتوبيس. السؤال التالت، أعمل إيه قبل ما أروح جريش؟ أولا اتصل بخدمة عملاء على الخط الساخن 19864 واسألهم عن أقرب منفذ ليك. مش لازم تيجي فرع العاشر من رمضان، وعندهم منافذ وموزعين تقريبا مغطين كل الجمهورية. واسأل كمان عن توفر إزاز في الفرع، لو مش متوفر لك هيقولك أقرب فرع فيه المنتج أو فيه الإزاز اللي أنت عايزه يعني، أو ممكن يوفرهولك في الفرع اللي جنبك بعد فترة قد إيه. وكمان اسأل على السعر وكل حاجة أنت عاوزها. المنفذ في العاشر من رمضان بيوفر طريقة دفع عن طريق الفيزا، وكمان ممكن تقسط عن طريق فاليو، ودي ميزة كويسة جدا لو انت هتعمل حاجة كبيرة يعني، واجهة عمارة أو واجهة شركة. ده حاجة كويسة. احنا هنا وصلنا. المنفذ على البوابة بياخد اسمك الثلاثي أو اسم الشركة اللي انت هتطلع باسمها الفاتورة يعني، ورقم التليفون، وبيطبع لك بون عليه رقم الباكية اللي انت تدخل عشان تركب فيها الإزاز. ادخل اركن عربيتك وما تنساش تقفلها، وروح ادفع في خدمة العملاء أو في الخزنة يعني جنبك، و5 دقايق وهتلاقي الإزاز الجديد وصل، وهتبدأ عملية الفك والتركيب. أنا بفضل إن أنا أكون واقف جنب عربيتي. لو أنت مش حابب ممكن تروح ترتاح في الكافيتيريا، والموضوع مش هياخد أكتر من 5 دقايق فك و10 دقايق تركيب. وبتتأكد طبعا إن هم رجعوا الملصق الإلكتروني والمراية لو المراية عندك راكبة في الإزاز زي ما هم. وهم صنايعية محترفين يعني، مش
حاول ما تفكش اللزق التثبيت اللي هم هيثبتوا بيه الازاز قبل 24 ساعة، وبرضه الازاز ما يجيش عليه مية مكان، عشان السيليكون اللي هم بيستعملوه دوت برضه ما يجيش عليه مية قبل 24 ساعة. احنا كده خلاص خلصنا. مصر فيها صناعات جامدة جدا وتفتخر بيها، تدي الخواجة على عينه بمعنى الكلمة. لو وصلت لحد هنا في الفيديو عجبتك فكرة القناة، اشترك معانا اتفرج على منافذ بيع جديدة. فاكر البون اللي انت دخلت بيه على البوابة وانت داخل؟ هتستلم بيه من الشباك دوت، هتستلم بيه الفاتورة بتاعتك، فاتورة باسمك وليك حق الضمان من دكتور جريش. كنا النهاردة في مصنع دكتور جريش، فخر الصناعة المصرية، بكل فخر صنع في مصر.